اهلا بيكم يا اصحابي، اخباركم ايه؟ النهارده هنقدم لكم حلقه من برنامج كاتب وكتاب، والنهارده هنقدم لكم حلقه عن الكعبه الشريفه بمناسبه موسم الحج. كل سنه وانتم طيبين. أنا اسمي يونس تامر، ومعانا الأستاذ النهاردة الأستاذ أحمد القرني، ومعانا صديقتي رقية. هتقدم لنا إيه النهاردة يا أستاذ أحمد؟ الأول طبعا أنا بهني العالم الإسلامي وبهنيكم كلكم بمناسبة وقفة عرفات. أنتوا عارفين دي مناسبة إيه؟ دي مناسبة الحج العظيم، حج المسلمين لبيت الله الحرام. تمام؟ المسلمين بيحجوا لبيت الله ليه؟ بيت الله الحرام. ماشي. واهم جزء في مشاعر الحج هو وقفه ايه؟ الصعود على جبل عرفات. خلاص. احنا بقى بنحكي قصه اسمها الحكمه. بنقول ايه بقى يا اولاد؟ مين اول من بنى الكعبه؟ سيدنا إبراهيم. سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل ابنه. ربنا امرهم انهم يرفعوا القواعد من البيت، فربنا امر سيدنا ابراهيم وابنه سيدنا اسماعيل ان هم يعملوا ايه؟ يبنوا البيت الحرام اللي هي الكعبه المشرفه اللي احنا بنطوف عليها في موسم الحج او في طقس الحج او في العمره، صح؟ او في العمره، صح كده؟ بعد ما سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل بنوا الكعبه، ده مرت عصور طويله على الكعبه، حصلت من عوامل التعريه والرياح والامطار، بدات جدران الكعبه دي تتآكل وحجاراتها تتآكل، صح؟ مع مرور الزمن. فعملوا ايه؟ فاجتمعوا اهل مكة وقريش وقرروا انهم يعيدوا بناء الايه؟ الكعبة. ده كان في قبل البعثة بتاع الرسول ولا بعد؟ قبل. لا، كانت قبل بعثة الرسول، كان لسه الرسول موجود بس كان لسه ما نزلش عليه الوحي، صح؟ صح. طيب جه حصل ايه بعد كده؟ جه لما الكعبة بدأت تتهدم، قريش كلهم اجتمعوا في لحظة معينة وقالوا طب احنا محتاجين نعيد بناء الكعبة تاني. فبدأت القبائل كل واحد يساعد، اللي يجيب الحجارة واللي يجيب المؤن واللي يجيب الصناعية اللي هيبنوا الكعبة المشرفة، وبدأوا في رحلة عظيمة لبناء الكعبة وإعادة ترميمها مرة أخرى. تمام يا رقية؟ جه حصل بقى أثناء عملية الهدم والبنى ده حصلت معركة كبيرة. حد يتوقع ان البيت الحرام ده يحصل فيه معركة الناس تشهر السيوف فيه؟ لا طبعا، لانه الشيطان انتوا عارفين يسعى دايما لايقاع الايه؟ الضغينة، ويحب الناس يقتتلوا ويقتل بعضهم ويوسوس للناس بالشر. فهو فاكر ايام زمان، ايام ما حاول ينهى سيدنا اسماعيل وسيدنا ابراهيم على ان هم يكملوا البيت، صح؟ فرجموا سيدنا ابراهيم بالسبع حصوات، فعشان كده هو فاكرها. فلما لقي اهل قريش ومكه بدا يجتمعوا تاني عشان يبنوا البيت الحرام ويعيدوا بناء الكعبه، مش هيسيب اللحظه دي تعدي، فبدا يوسوس لمين؟ لاهل مكه. هو اعظم حاجه موجوده في جدار الكعبه ده ايه؟ تفتكروا ايه؟ الحجر الايه؟ الحجر الاسود. الحجر الاسود. جدع. بعد ما خلاص كملوا البناء فجاه بدا الشيطان يدب بينهم العداوه والبغضاء، ويقول لهم مين بقى اللي هينال الشرف العظيم ويحط الحجر الاسود ده في مكانه؟ مين؟ فكل قبيله تقول لنفسها ايه؟ انا. كل زعيم قبيله يقول ايه؟ انا الافضل، انا الاحسن، انا المفروض اللي احط هذا الحجر المشرف الكريم
انا اللي ارجعه تاني مكانه. ان هم بيتخانقوا يعني إن هم فاختلفوا عايزين بقى، يحطوا بدأت السيوف تشهر وبدأت لحظة الاقتتال بين القبائل. طب الاقتتال ده فين؟ في البيت الحرام، مكة. امام مكة، امام الكعبة المشرفة. ازاي يسمح بده؟ القبائل في المكان، اعظم مكان واقدس مكان في الكون، هتقوم فيه معركة دلوقتي يا رقية، والناس بتتفرج ومحدش عارف يوقف الناس. ليه؟ كل واحد فيهم عايز يحظى بالشرف العظيم اللي هو وضع الحجر الأسود في مكانه بالكعبة. طيب، لحد ما أحد الحكماء عد عليهم قال لهم انتوا بتشهروا السيوف في البيت الحرام، يراق الدم في البيت الحرام أمام الكعبة المشرفة، ازاي اللي بيحجوا عليها الناس من كل مكان؟ ازاي؟ فقالوا له ما هو احنا مختلفين، احنا مش عارفين نعمل ايه، مين اللي ليه الحق ان يحط الحجر الاسعد ده، الحجر الاسود ده في مكانه في جدار الكعبة؟ مين؟ كل واحد فيهم يقول انا. ف... فقال لهم طب انا عندي اقتراح. ايه الاقتراح؟ ايه الاقتراح يا رقية؟ اللي هيحاولوا يبقى يهدي الدنيا شوية وينزع فتيل الاقتتال بين القتائل. قال لهم ايه رأيكم، احنا مش عارفين مين اللي جاي من بعيد، ايه رأيكم تحكموا اول قادم علينا، اول واحد يجي يدخل علينا كده من بعيد هنحكمه، واللي يقول عليه نرضى بيه. فبصوا لبعض وقالوا والله هي فكرة. قال لهم خلاص، اذا الراجل اللي جاي من بعيد ده قال فلان الاولى، يبقى هو اللي يحط الايه، حط الايه، هيسمعكم، وبعد ما يسمعكم هيقول لا الاولى قبيله فلان هي اللي تحط الحجر الايه الاسود. اتفقتوا على كده؟ قالوا خلاص اتفقنا. رجعت السيوف تاني لغمدها وبداوا يتطلعوا من بعيد يشوفوا مين اللي هيجي يحل هذا الاشكال العظيم اللي هو كان هيحصل كارثه في البيت الحرام. مين يا يونس؟ مين اللي جه؟ اللي جه سيدنا محمد. شفت ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاله مهمه جسيمه حتى قبل البعثه، وهو ان يفض خلاف القبائل. الكفار بقى اللي كانوا واقفين واشهروا سيوفهم وقالوا هنحكم اول قادم علينا، فلما قدم عليهم وجدوا ايه؟ مين؟ النبي محمد. فقالوا ايه؟ قالوا الله رضينا بالامين حكما. تعرفي ليه سموه اطلقوا عليه الامين؟ عشان هو كان امين، كان لما بيحطوا عنده الامانه كان بيحافظ جدع عليها. يا راجل. ايوه كملي. وكان محدش بيسيب عنده الامانه، ما كانش بيحصل لها حاجه، كانت لازم ترجع زي ما هي، زي ما اداها له كانت ترجع. عشان كده لما هو شافوه جاي عندهم يفض الخلاف قالوا لا نرضى بحكمه. ده يديكي مؤشر لايه يا يونس ويا رقية؟ ان الانسان اللي سيرته حلوه يعمل ايه؟ الناس تحبه. الناس تحبه وترضى بايه؟ وترضى بحكمه. يعني ساعة الخلاف كلنا بنرضى بحكم مين؟ الشخص الطيب والحكيم والامين والصادق. ايوه جدع. يبقى ده بقى السيرة العظيمة دي بتلهمنا احنا كشباب صغنن كده، ان لو انا سيرتي طيبة وانا صادق وانا امين في حياتي، هيخليه ايه بقى؟ هيخليني طول الوقت محط اعجاب وثقة الناس، صح؟ وان انا ابقى قادر على حل اي خلاف، لان يقول والله لا ده رقية دي مشهور عنها بالامانة، والله ده يونس ده مشهور عنه بالصدق، صح؟ عشان كده ده مثلا مش بيعمل ايوه مش بيعمل مشاكل، فنلجأ له لان احنا واثقين فيه، واثقين في امانته وصدقه. عشان كده الرسول كان قبل البعثة مشهور بالامانة والصدق. فلما اقبل على القبائل وهي تشهر سلاحها ويقتتلوا، قالوا لا نرضى بالامين ايه؟ الصادق الامين حكما، عشان سيرته اللي قبل كده، سيرته دي رشحته ان ينهي خلاف عظيم في البيت الحرام. عمل ايه بقى الرسول عليه الصلاه والسلام لما اقبل عليهم؟ هنا بقى الحكمه، نتعلم يا اولاد الحكمه. الحكمه يعني ايه؟ التصرف المناسب في الوقت المناسب بالظبط. القبائل في غضب، في حرب، مستعدين لاقتتال. الرسول فكر طب انا لو قلت قبيله فلان هي الاحق، بقيه القبائل هترضى؟ لا تزعل. هترضى يونس؟ مش هيرضوا. طب لو قالت القبيله اليمين القبيله الشمال هتختلف وترضى. طب يعمل ايه الرسول؟ هنا تتبدى حكمه الرسول عليه الصلاه والسلام. فيعمل ايه بقى الرسول؟ شوفوا بقى الحكمه بقى. ايه الحكمه؟ ان الرسول وضع المفرش على الارض وبايده الشريفه
حمل الحجر، هو بقى حمل الحجر الاسود ووضعه في منتصف الايه؟ المنديل او المفرش او الثوب، وقال لكل زعيم قبيله اتفضلوا كل واحد يمسك من طرف ثوب وترفعوا الحجر الاسعد من على الارض ونروح لحد مكانه. شايف الحكمه؟ فبصوا كده، ايه الالهام ده؟ ايه العبقريه دي؟ ايه الحكمه دي اللي خلى كل القبائل تشترك في الايه؟ اللي هو يعني مش نمسك البتاع ونحطه بايدينا على طول. في حمل الايه؟ في حمل الحجر. كل القبائل اشتركت اهي، فراديو حسوا كده. شوف الحكمه والالهام. حسوا ساعتها انه كلهم اشتركوا، ففعلا اتفقوا. كل قبيله قدمت الزعيم بتاعها وحمل طرف من ثوب ورفعوا الحجر الاسعد ومشوا بيه لحد ما كانوا موضعه في الكعبه المشرفه. رفعوه، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن التقط الحجر بإيده من فوق الثوب ووضعه في مكانه اللي هو موجود فيه حتى الآن في الكعبة المشرفة. ماشي؟ وانتهى خلاف القبائل بهذه الحكمة. ودي مناسبة يا رؤية ومناسبة يا يونس طيبة إن احنا نتابع عبر الشاشات مشاعر وشعائر الحج، ونبتهل إلى الله إنه سبحانه وتعالى إنه يعني ترفع المظالم وترفع الدعوات إلى الله، إنه يعني يعم بالخير على المسلمين كلهم، وإنه دائما الكعبة المشرفة تبقى عامرة بالحجيج طوال الموسم، وإنه يعم بالخير على المسلمين والعالم كله، استلهاما لدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام اللي دعا بالخير للعالم كله وكان ملهم للعالم كله، ورسالته كلها كانت سامحة وكانت مساواة وكانت عدالة للبشر كلهم. خلصت حلقتنا من برنامج كاتب وكتاب، يا رب تكونوا استمتعتوا.